برحب بكم مرة تانية مشاهدينا ونظرة على حال الثقافة المصرية. متفقين انه حال الثقافة المصرية مش بالمستوى المطلوب، مش بالمستوى اللي يليق بقيمة مصر، او الجهود المبذولة حتى ما بتديش الامل ان احنا هنوصل للي كنا عليه وترجع مصر لريادتها الثقافية. المشكلة فين؟ الحلول شكلها ايه؟ شكل نظرة عامة كده على شكل الثقافة في مصر وحال مؤسسات الثقافة اللي محتاجة أضعاف الجهد المبذول، إذا كان في جهد مبذول أصلا. محتاجين المزيد من الجهد عشان تعمل مؤسسات الثقافة بالشكل المطلوب، عشان يخرج لنا المنتج الثقافي اللي عايزينه، عشان مصر تبقى قد الدنيا زي ما بنتمنى. خلوني أرحب بضيفي وضيفكم الشاعر ناصر دويدار، ونظرة عامة على حال الثقافة في مصر. ناصر، بنرحب بك. صباح الفل، صباح اخبارك الخير ايه؟ عليك. صباح الفل. ايه ايه بقى؟ قول انت بقى. ايه بقى؟ يعني عايزين على طول كده بوم كده وحال الثقافة يعني هسيبك انت تقول بقى، انا كده قلت خلاص وهسكت. هسكت باقي الحلقه على فكره. لا، هو كلام حضرتك مظبوط ان الواقع الثقافي ما يليقش بمصر خالص طبعا. وانا يمكن مش بحب اقول الكلام ده كتير، بس للاسف هو ده اللي حاصل فعلا. ان احنا في ازمة ثقافية بشعة. آه تقريبا الأزمة ديت من أواخر عصر السادات لحد دلوقتي. الأزمة قائمة، وكل وزراء الثقافة اللي جم في الوقت ده هم موظفين قاعدين على مكاتب. ما لقيتيش أي وزير في يوم من الأيام عامل لك مشروع ضخم تحتمل الثقافة المصرية ويحتمل المثقف المصري. وعلى فكرة الموضوع بقروش، يعني احنا لما جينا على فكره، بس خليني اقطعك. ناس كتير بتشوف ان المشكله مش في وزير ولا في جهود دوله، المشكله في حال المثقفين انفسهم، او اللي بيتقال عليهم النخب الثقافيه والكتاب اللي طول الوقت بيكتبوا لبعض، بيكتبوا تمام. لاصدقائهم، بيكتبوا تمام. للقاعات المغلقه، ومش عارفين يوصلوا تمام. للقارئ بشكل كويس. تمام. نفس الأزمة في عشرينيات القرن الماضي بين المثقفين هي دلوقتي. المثقف عنده شوية أمراض نفسية معروفة، تضخم الذات معروف. لكن في الستينيات كانت في ناس عندها مشروع ضخم. كان في شعراء كتير ومسرحيين كتير وفنانين كتير. لكن الأزمة بتاعت المثقف ممكن يحلها حد ماسك بمقاليد الامور. لكن انا لما اجي اقول ايه ان يعني تقصد اخطاء النخب الثقافيه او ازمات المثقفين من الكتاب ممكن بتوجيه، اذا كانت الدوله عندها مشروع ثقافي حقيقي ممكن يسير كله في نفس الاتجاه عشان يحقق ده اللي حصل في الستينيات من القرن الماضي. انت كنت بتشوفي ازمات كتيره جدا، نجيب سرور مع امل دنقل، الرسام بهجت مع صلاح عبد الصبور، العقاد مع احمد عبد المعطي حجازي. هي المشاكل الثقافيه ديت يعني عامله زي ايه؟ زي كده اخطاء الحكام في ماتشات الكره. هي شيء من بالظبط. لكن انا لما اجي ابص الاقي ان المثقفين الحقيقيين، بتكلم على الحقيقيين، في وادي، ومؤسسات الدوله في وادي. لو احنا انا بزعل اصدقاء ليا كتير في الحديث عن الثقافه وعن دور النشر في وزاره الثقافه. لكن هي الحقيقه فعلا ان الموضوع بقى اغلبهم سبابيب، او اغلبهم يعني مشي حالك يعني. طب بما انك بتزعل اصدقائك، بس نلحقهم قبل ما يزعلوا وناخد هدنه من الكلام ونقول شعر، ايه رايك؟ اكورديون وبنت بملايه بتونسه على كعب كوبايه، عيال بتلعب بلي، وعيال تلف النحل، وعيال بتلعب استغماية، بنت وولد واقفين من الشبابيك وبيبدأوا حكاية، بنت وولد تانيين عطوا ظهرهم للبحر وبيبدأوا نهاية، وعيون بتشكي واد شائل أمه زغللها بمراية، راجل على عكاز، جورنال بيجري من تحت نضارته الإزاز، على الجدار الجير واقف في برواز كبير، أبويا بعصايا، ريحة الطعمية فايحة والزيت بيقلي، قرن شطة إسرائيلي، ولمونة بتنزل دموعها في صحن فول، راديو قديم وصوت حليم بيقول أنا لك على طول.
الله الله. ناصر، بما انك مهموم بحال الثقافه زي ما بدانا كلامنا وطول الوقت حزين على اي تراجع او تردي في مستوى الثقافه، مش عايزين طول الوقت نرصد سلبيات ونحط ايدنا على مشكلات، عايزين نقدم حلول. ايه عندك من افكار في منطقه حتى واحده من مناطق الثقافه نقول لو عملنا ده حالنا هيبقى احسن؟ ده كلام جميل جدا. هو دايما اللي على البر عوام، وعندما تدخلك يد الله في التجربة بيبقى حكمك على الأشياء مختلف، دي حقيقة. لكن ده خلينا نلتمس الأعذار شوية لا للقائمين على حال في الثقافة في بديهيات اللي هي ايه. انت حضرتك لو انت كنت شفتي المجتمع قبل كده هتلاقي الأطفال مختلفين والشباب مختلفين والتفكير مختلف. انت حضرتك الثقافة العامة لما كنت بتتفرجي على حفلات أم كلثوم تحس ان ناس مستحمية كده وناس جميلة. لما تخش ماتشات الكرة تحس ان هم جايين ملمعين الجزم وحاجة ورايحين يتبسطوا. عايز تقول ان مستوى الناس بيرقى بمستوى اللي بيتقدم ليهم؟ طبعا ده سياق اجتماعي. انت حضرتك لما يبقى عندك في الستينيات كمال الطويل والموجي وبليغ حمدي، محمد عبد الوهاب ورياض السنباطي ومحمود الشريف، لما يبقى عندك عبد الفتاح مصطفى وعندك فتحي قورة ومرسي جميل عزيز وحسين السيد وعبد الرحيم منصور وحسن ابو عثمان وعلي مهدي. شكل المنتج بقى اللي بيتقدم عامل ازاي؟ المنتج، شكل المتلقي كمان. اصل انا كمتلقي بروح انا كنا في الكواليس بقول لحضرتك ان انا كنت في ندوة مع طلبة في دار العلوم. أنا روحت عندي انتكاسة روحية إن البنت جات بتقول لي أنا معدة في قناة كذا ومعدة في قناة كذا. طيب أهلا وسهلا. طب تعرفي محمود درويش؟ لأ. تعرفي أمل دنقل؟ لأ. تعرفي صلاح عبد الصبور؟ لأ. تعرفي فؤاد حداد؟ لأ. طب طبعا خلاص بقى فقدت انا شعوري وبدات اطجن معاهم في الكلام. طب دي مشكله مين؟ انه عندنا جيل من الشباب للاسف مش مثقف، ده يجهل كتير جدا من البديهيات. ده صحيح. دي مشكله تعليم فاشل في مصر. لسه لحد دلوقتي بيتكلم على البحتري وابو تمام، ولسه قاعد بيتكلم دلوقتي على الشعراء بتوع الجاهلية وما قبل الجاهلية كمان. مفيش حالة من حالات تطوير التعليم، لأن الوزير اللي بيجي برضه وزير بيقعد على الكرسي يقعد يعمل أي حركات ملهوش أي علاقة بالأفكار التعليمية، وبالتالي بيطلع الجيل ماهوش بيعرف الفرق ما بين سقراط ومحمود المليجي. يجي يخش في منظومة الثقافة. منظومة الثقافة انت حضرتك دلوقتي بتندهشين لما يطرحوا لك اسامي موجودة على الساحة دلوقتي. يعني يقول لك ايه، نسيت اقول لك، طب انتوا تعرفوا مين؟ قالوا لي اسامي هم العيال دي اتعملت تاريخهم في وسط العيال دي. زي بالظبط مثلا ما كان في قبل الثورة بتاعت يناير كان في شاعر حرامي سارق شعر من عبد الستار سليم، ومعرفش رموه على الميديا ازاي ورموه على الاعلام ازاي، وبدأ يتعامل مع العقليات بتاعت العيال الصغيرة ديت اللي ما بيقراش. اصلا انا لو ما قريتش او ما شفتش يبقى انت هتصدق كل اللي جاي لك بالظبط. يبقى هي انا كنت مع القيصر محي اسماعيل امبارح واحنا بنتكلم في قصة ايه، لو ما حدش شاف محي اسماعيل بيعمل السايكو دراما وشاف احمد حلمي هيقول احمد حلمي هو رمز من الرموز. فهي القصه ايه؟ القصه ان الجيل مشاهداته ضيقه جدا وثقافته وقرايته ضيقه جدا. احنا كان كل بيت عندنا في مصر فيه مكتبه. اللي ما بيجيبش مكتبه بيجيب الجورنان. دلوقتي كل بيت فيه تابلت ولابتوب وسمارت فون في ايد كل الاطفال. عايزين نسمع شعر. نسمع الشعر احسن. بتكلفت قبل ما انام في شفايفك، وبيجي الصبح اطلع من صدرك رمانه بتزعق على خوخه، تفاحه صابتها هناك دوخه من كتر العصر على ريحه الخصر، واطلع منك رايح على مصر، عصفور مترنح على بابك بيخربش في ازاز شبابك، بيزقزق شوق وحنين وشروق، يطلع على كل حيطان القصر أكبر دولة
ناسها فراولة وبنات صبيان بيهم أولى. انت في عمري آخر جولة وأنا أول نسر جنبي يمامك، مسكين بلا قوة ولا حول، بتكلفت فيكي ظهر الحظ على الطاولة. الله. ناصر، لمن يكتب الأدب ده كان عنوان تقرير عملته إحدى المؤسسات الثقافية العالمية، ونزلت للمثقفين وبدأت تسأل الناس هو انتوا شايفين الأدب، كل واحد قارئ شايف الأدب بيكتب له. بعض الكتاب قال أنا بكتب في المقام الأول لأصدقائي، البعض قال أنا مش بكتب لحد، أنا بتجيلي حالة الكتابة فبكتب للكتابة في المطلق. لو قلت لك لمن يكتب الأدب، لازم كل كاتب يحط قدامه هذا السؤال ويكون عنده إجابة عليه قبل ما يكتب. صحيح. طلعي كل الأسئلة والأجوبة اللي حصلت في الموضوع ده، وخلينا نمسك إن كان ربنا سبحانه وتعالى قادر يخلق الناس كلها شكل واحد. لا يخلق مذيعة موهوبة علشان أنا لما أشوف مذيعة تانية مش موهوبة أعرف الفرق ما بين الاتنين، أو يخلق شاعر على قده، لأن فكرة الشعر ديت وأنا ما بزهقش من الكلام ده، أو فكرة الفن هي موهبة ومنحة من الله سبحانه وتعالى لعبيده. أنا بحمد ربنا على منحته لكن ما بناقشهوش هي صغيرة ولا كبيرة ولا طويلة ولا قصيرة. لكن في فنانين الفنانين دول بتبقى عندهم موهبة ضخمة جدا، فكل واحد بيتكلم من سياق موهبته الضخمة. يعني انت لو سألتي محمود درويش عن يعني ايه الفن هيجاوبك إجابة ضخمة على قد موهبته، مش هيجاوب زي شاعر بيعرف يكتب شعر. لأن مصر مليانة دلوقتي، والفيسبوك أفرز 90 مليون شاعر و90 مليون أديب وهكذا. ففي شاعر بيعرف يكتب شعر، وفي شاعر بيعرف يكتب شعر حلو زي موجودين دلوقتي كتير وحاسين بنفسهم ان هم ما حصلوش. لكن في شاعر متجاوز. الشاعر المتجاوز ده لا يجب ان احنا نساوي عيل من اللي بيكتب بيرص الكلام زي شاعر متجاوز، مش هينفع. فالإجابة إنه كل واحد بيجاوب على قد موهبته، وكل واحد بيبقى صوته عالي وبيبقى منفعل برضه على قد موهبته. يعني مثلا إحنا لما نيجي نقول لماذا يكتب الأدب، أنا بالنسبة لي أمل دنقل قال أنا الشعر بديل على الانتحار. بالنسبة له هذا الرجل وشاف إن كان العالم قبيح وإنه هو بيكتب شعر علشان ما ينتحرش. انا بكتب شعر عشان تبقى ايدي في ايد ربنا اجمل قبح هذا الواقع اللي احنا عايشين فيه، وازرع نعناع واقول لك ان الحياه حلوه وان الحياه تتعاش، لان ده دوري. ان انا ما بدور لكيش على ايه، على حلول وقتيه للمشكله، لكن انا بقول لك ان الحياة تتعاش بتفاصيلها، وان احنا لازم نقاوم، وان احنا لازم ما نبقاش اللي عنده موهبة ما بيفكر خارج الصندوق، ما يبقاش تفكيره زي تفكير راجل عادي، واحد عادي قاعد بيتكلم كمتفرج زي المدرب كده بالظبط اللي جه فيه جون فاتلخبط فما بيعرفش يفكر، بيبقى زيه زي الجمهور. لكن انت لان انت عندك ابداع وعندك رؤية وعندك اللي مش عند غيرك، لا الموضوع بيبقى مختلف. يرجع مرجوعنا للسؤال بتاع لماذا يكتب الأدب. انت عندك تجربة مع الموضوع ده تقريبا في اليابان او كان في ندوة حضرتها او حاجة؟ لا هو انا كنت هقول لك على موضوع اليابان ده. موضوع اليابان ان هم ناس مؤمنين تمام الإيمان بالعمل. العمل ده عندهم وهو الياباني ما فيش فرق بينه وبين المصري، وانا بقى اشتغلت معاهم وتعاملت معاهم ان العقلية المصرية عقلية فذة وعبقرية ومدهشة، بس لحد لما انت حضرتك كمذيعة طلع على نشيد الحياة ونبغى تلاقي 700 واحد يكسرك عشان تبقي زيهم. يعني انت تقصد المقاومات اللي عند المصريين موجودة، بس المناخ ما بيساعدش ضخمة على جدا، خروجها او بالعكس بيقتلها. ضخمة جدا. بص حضرتك، لو احنا جبنا اديب عبقري مدهش رسول فنان زي يوسف إدريس، احنا هنفكه بمليون اديب في العالم كله. لو احنا جبنا شاعر زي امل دنقل زي عبد الرحيم منصور، لو احنا جبنا شخص عبقري جدا زي النقشبندي
ولا شخص متهور جدا زي بليغ حمدي وفكناه، لا هيجيب كل مبدعين العالم. لكن الناس ديت كانت بتشتغل وراها مؤسسات بترعاها. انت دلوقتي وراكي مؤسسات بتكسرك، لان اكتر الناس موظفين الثقافة دلوقتي كلك شعراء وأدباء وكذا، فهم ممكن ينفوكي بان هم يبعدوكي عن المشهد. ليه؟ يقول لك ما هو موظف وعامل له، في واحد في الثقافة عامل 130 كتاب، حضرتك 130 كتاب عامله موظف في الثقافة وما بيعرفش يكتب كلمتين، لكن هو ماسك سلاسل وبيهدد يعني واحد ده تاني. شكل من اشكال الفساد اللي موجود في لا مؤسسات موجود كتير، مش بس الثقافه، عشان ما نحطش موجود. بس احنا بس لا احنا كمان الثقافة. مش هنقول اسامي كمان عشان يبقى هو يفضل مرعوب مني على طول. خلينا بنزرع ورد، انت مش كنت بتزرع نعناع. نرجع تاني لموضوع النعناع. قول لي عشان بالفلسفه اللي انت اتكلمت بيها، فكره انه الشاعر محتاج يجمل قبح هذا الكون، او انت تحديدا عايز تعمل ده وشايف ده معناه ان انت مش عينك مش هتشوف سلبيات، شعرك مش هيقول وجع، مش هيقول ان احنا عندنا مشكلات، هتفضل طول الوقت كده زارع نعناع وورد وفول. بص حضرتك، اصل ايه سهل جدا ان احنا نقعد نكتر احزاننا طول الوقت، وبعدين انا اقول لك اسكتي اصل انا حصل لي امبارح كذا، تيجي انت لا ده انا حصل لي كذا، ونفضل بقى في الفيلم ده لحد الافلام الهندي ما تخلص كلها. لكن الشخص الذي يمتلك وعي ووجدان يستطيع ان يتجاوز محنته الشخصيه الاول علشان يقدر يصدر للناس اشياء بتنفعهم. انا شايف ان المساله باختصار شديد سهل جدا نقعد نكسر بعض ونهد بعض واللي هيحصل هيحصل. انا راجل قدري جدا، لكن انا لما اجي اقولك ان صح انت عندك ازمه، بس تعالي ما نفكرش في الازمه، تعالي نفكر في الحلول، تعالي نطلع بره المشكله ونبدا ندور على حلول، ونبدا ندور على اسباب الازمه او فانت تبص تلاقي ان الموضوع بدا ياخد شكل كويس وبدا ياخد شكل مظبوط. يبقى الفرق ما بينك وما بين واحد ما عندهوش وعي وما عندهوش ابداع وما عندهوش كذا، انما انا مش هفضل طول الوقت اقول لك لا في ازمه. وبعدين خدي بال حضرتك، تقصد ان جزء من علاج المشكلات هو ان احنا نبص للايجابيات ونطلع حاجات حلوه على السطح عشان تختفي السلبيات اذا كنا عاجزين عن حلها على الاقل. شوفي انا مش ضد ان اي حد ينقد اي حاجه، بس سهل جدا ان انا اقول لك ان لبسك ده مش عاجبني. ايوه طيب ماشي، انت عايز ايه يعني؟ انا مذيعه، انت تتكلم في مهنيتي انا، انت مالكش دعوه بشكلي ومالكش دعوه بعيلتي ومالكش دعوه بابويا وامي. اللي بيحصل دلوقتي النقد هو حاله من حالات تكسير الوطن، مش حاله من حالات ان انا مش عاجبني حاجه فاتكلم في بدائل. دلوقتي اللي بيتكلم دلوقتي الشماتة بيشمتوا في الموت وبيشمتوا في حاجات كتير. شايفين ده للأسف، وده بيخلينا قدام العالم كله بتتحط على المصريين صفات ما كانتش فينا. خلينا نروح نقول شعر عشان لو فتحنا السكة دي هنزعل ناس كتير وهنزعل برضه. بمناسبة الشعر، لسه الحياة حلوة، لسه الحياة تنعاش، وفي قلبي 100 غنوة والوقت لسه ما جاش. مين غيركو قواني خلاني شيء تاني فاكر ولا بنساش، عودك يا شيخ سيد في ضميري بيعيد، نتلم انا وبيرم يحضر فؤاد حداد، المغربة بتدن الله يا شيخ رفعت على صوتك الدافي، لمت فطار رمضان من صغري متربي على صوت ولحن أصيل، موجي وبليغ حمدي وابويا صوت النيل، عايز بقى أغني فينك يا مرسي جميل، وفين علي مهدي وفين علي اسماعيل، برضو الحياة حلوة، برضو الحياة تنعاش، وهكمل الغنوة لو حتى وقت ما جاش. في جمال اكتر من كده بقى؟ الله الله. لسه الحياة حلوة، لسه الحياة تتعاش. انا حابة ان دي تكون اخر حاجة بنختم بيها فقرتنا النهاردة، ويا رب الحياة اللي جاية تكون احلى، الحياة تبقى حلوة على طول، واللي جاي يكون احلى ويتعاش احلى. بشكرك شكرا جزيلا الشاعر ناصر ديودار، نورتنا. شكرا. الله يخليك. بشكركم مشاهدينا في ختام هذه الفقرة، وده ختام فقرتنا النهاردة. بكرة يوم جديد وفريق عمل جديد، وهذه تحياتي والى اللقاء.